مساء الخير، شلون المتابعين؟ واهلا وسهلا بكم فيديو جديد. هذا الفيديو طبعا اطب اني مرات على القناه اشوف اقرا التعليقات مال المتابعين. ودائما متواجد اكثر شيء بالانستغرام والسناب شات، فاشوف دائما تعليق على اجهزه التابلت، خصوصا بهاي الفتره مثل ما نعرف دراسه وهذا. فاكو سؤال شفته متكرر اكثر من 3 مرات 4 مرات تقريبا على الريدمي باد. الريدمي باد مثل ما تعرفون اول جهاز او اول باد تطلقه ريدمي. فيمكن على مود هاي العالم جاي تتساءل. فبهذا الفيديو ان شاء الله راح اشوفكم انه هذا الجهاز يسوى تشتري او لا. يعني هذا الفيديو ان شاء الله راح يكون بالمختصر. الريدمي باد سعره $225، تمام. $225 انت كل ما تشتري تابلت او ايباد او اي جهاز الكتروني تشوف سعره وهذا يناسبك او لا. زين، بهذا السعر اكو اكثر من جهاز، اكو اجهزه قريبه على سعره واكو اجهزه اقل من سعره تستاهل انه واحد يشتريها اكثر. مثلا 225 اذا اكملها $20 اقدر اخذ الاونر باد 8. طبعا الاونر باد 8 تقريبا نفس المواصفات او نفس يعني تجربه المستخدم، بس الشغله الاهم واللي راح تفرق وياك كلش اللي هي الشاشه. عندك الاونر باد شاشته 12، فاكيد انا نروح ويا الشاشه الحجم اكبر وفرق هو $20. الريدمي باد مثل ما قلت لكم سعره 225، والاونر باد 8 سعره 245، ففرق كلش بسيط ويسوى يعني 12 كلش يسوى. زين، اذا اني ما اريد اصلا اكمل سعر، اريد ارجع بالسعر، تقدر تاخذ مثلا تاب من بلاك فيو، تاب 13 سعره $155 ويسوى كل دولار تدفع به، لان يعني صدق جهاز يقدم لك اداء جيد واداء مناسب على سعره. فهذا اذا انت في حالة انه حاب انه سعر اقل. في حال انه انت تريد تزيد بالسعر، قلت لك انه تقدر تاخذ الاونر باد 8. وطبعا اذا انت ذني اثنيناتهم ما مفكر بيهن وعندك امكانيه انه تكمل مثلا $60-70، فاكيد انت 100% تاخذ ايباد 9 واحسن منه ب1000 مره. طبعا هو كتقنيا الريدمي باد جهاز حلو سعره مناسب، بس نظرا انه موجودات بالسوق يعني حاليا مفروض انه يعني ما اعرف هذا الجهاز فقر او جهاز ما نزل بوقت مناسب. حاليا بهذا الوقت اكو يعني اكو غير اجهزه، تمام. بالنسبه له هو كجهاز مواصفاته حلوه، يعني عندك الهيليو جي 99، عندك بطاريه 8000، عندك فريم الومنيوم. يعني جهاز حلو هو، بس قلت لك انه هذا المختصر انه اكو افضل من عنده، سواء بسعره ازيد من عنده مثلا بشي بسيط، او سواء حتى اقل من عنده. طبعا الاقل من عنده مثلا التاب البلاك فيو 13 اكيد مو افضل من عنده، بس بالنسبه لسعره مثلا 155 اكيد راح يكون سعره مقابل مواصفاته افضل من الريدمي باد. فهذا كل ما بالموضوع، وانت اكيد انت صاحب القرار. فسبب من هذا الفيديو انه بس دا اوضح لك، واذا انت عاجبك الجهاز اكيد يعني جو اهيد، جهاز حلو. بس قلت لك انه هيك وهيجي، وانا اصلا مصوره يعني موجود بالانستغرام، اذا ما متابعني على الانستغرام طبعا الوصف راح تلقى الانستغراماتي والسناب شات. وان شاء الله بالايام القادمه محضر لكم اكثر من فيديو على اكثر من تاب. وصلت لنهايه الفيديو، شكرا لكم، وان شاء الله نلتقي بالفيديو القادم. في امان الله.